السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. جبت لكم وصفه الايس كريم بتاعتي. وصفه سهله قوي، جميله جدا، طعمها جميل ومختلف. وصفه بثلاث مكونات بس، هتعمل معاكي كميه كبيره، كميه كبيره حلوه قوي. وهتعملي كل الاطعمه اللي انت شايفاها في الصوره دي، هتطلع بنفس الشكل بنفس الطعم. تحفه تحفه بجد، جربيها مش هتندمي. تحفه جميله. آه، يلا بينا بقى نشوف ايه المكونات اللي معانا، ونشوف احنا هنعمل الايس كريم ده ازاي. وازاي بالثلاث كوبايات دول عملنا كل الكمية دي وعملنا كل الأطعمة دي. يلا بينا نبتدي الفيديو، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، واهم حاجة الكومنت، وقولوا لي رأيكم فيها ايه. جربوها تعجبكم جدا. يلا بينا نشوف المكونات. معايا كوباية حليب محلى مكثف، وكوباية حليب عادي، وتلات ارباع كوباية كريم شانتيه. ممكن نبدل الكريم شانتيه ب... بكريم خفق، اللي موجود عندك واللي متوفر عندك تعمليه. معنا الثلاث مكونات دول الأساسيين. ويلا بينا بقى على الوصفة. أول حاجة أنا معايا هنا عجان، ممكن تستبدليه بالمضرب الكهربائي. هنزل بكوباية الكريم شانتيه او بتلات ارباع كوباية كريم شانتيه. تقدري تزودي الكميات تضعفيها او تقللي حسب حسب عدد افراد الاسرة عندك وحسب احتياجك. وهنزل بكوباية الحليب وهضربهم في الاول. هتكون على سرعة بطيئة زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت اوضح بالتفاصيل. كانت سرعة بطيئة، وفي بعدين السرعة بتزيد لحد ما تبقى على اعلى سرعة. الكمية هتتضاعف وهتعمل معاكي كمية كويسة قوي. هنا كانت السرعة العالية. هنضرب لمدة تقريبا هتتضرب معانا يعني لمدة من 5 ل6 دقايق. اهم حاجة يكون الحليب سقعان من التلاجة. مش بدرجة حرارة الغرفة، لا يكون سقعان سقعان. والكريم شانتيه ممكن زي ما قلتلكوا في الاول نبدله بكريمة الخفق. هنا كان ابتدى السمك بتاعها يكون كويس، القوام بتاعها يكون كويس معايا. لو حسيتي ان هي تقيلة قوي معاكي، تقدري تضيفي عليها شوية لبن كمان. ممكن تستبدلي اللبن بالمية، بس انا شخصيا مفضلش، ما بحبش ابدل اللبن بالمية. بس بعد ما يكون قوامها كده، هو كان تقيل شوية معايا فنزلت بشوية لبن وضربته. وبعدين بقى تمام كده، كان القوام حلو قوي. بعدين هنزل بالحليب المحلى المكثف. اللي ما عندهاش حليب محلى مكثف، انا عامله طريقته سهله قوي، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وبعدين هننزل لما تلاقي قوام الكريمه اتظبط معاكي، هننزل بالحليب المحلى المكثف وهنضربه في العجان حاجه بسيطه قوي لحد ما يمتزجوا بس مع بعض زي ما انتوا هتشوفوا كده بالظبط. ضربتهم كده، امتزجوا مع بعض بسرعه متوسطه، مش عايزاه سرعه عاليه خالص. بعدين اخدت الخليط وقسمته بكميات متساوية في بولات زي ما انتوا شايفين كده. كل بولة هتكون طعمه مختلف. تعالوا بقى نشوف عملنا في كل بولة طعم ايه، ونشوف هنعمل اطعمة كتير ازاي بالخليط بتاعنا ده. وكلها اطعمة متوفرة عندك في البيت، مش هتضطري تشتري اي حاجة خالص. اول طعم معايا كان المانجا. انا معايا هنا مانجا سقعانة جايباها من التلاجة من الفريزر، وقطعتها مكعبات وهضربها بالهاند بلندر. وبعدين هقوم ضيفاها على الخليط وضربها زي ما انتوا شايفين كده، مقلبينهم يعني في بعض لحد ما كله يختلط في بعضه. لو انتي مش حابه اللون او حاسه ان اللون خفيف، تقدري تضيفي لون طعام، بس انا بصراحه ما حبيتش اضيف فيها اي مكونات غير مكونات طبيعيه، وكان طعمها خطير. وبكده يكون اول طعم خلص اللي هو المانجا. تعالوا بقى نشوف الطعم التاني. ده بسكوت اوريو. انا مكسراه قطع صغيره كده زي ما انتوا شايفين، وبرضه هندمجه في الخليط بتاعنا لحد لما كله يمتزج ببعضه. ده الطعم ده كان خطير.
على قد ما الخطوات سهلة قوي، على قد ما الطعم كان مختلف جدا، وكان طعمه خطير بجد، خصوصا الطعم ده. هنقلبه في بعض كده. تمام. وكده يبقى خلصنا الطعم التاني. يلا بينا بقى نشوف الطعم التالت. اخدت برضو بولة وحطيت فيها 3 معالق كاكاو، وهنقلبهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وده هيكون معانا بالشوكولاتة. وحطيت كمان معلقة صغيرة نوتيلا، ما حطيتش كتير بس حطيت معلقة صغيرة، بس فرق في طعمه قوي. وبكده يكون طعم الشوكولاتة بتاعنا خلص، اللي هو الطعم التالت. تعالوا نشوفوا الطعم الرابع. ده طعمه مختلف قوي، مش هتلاقيه كتير. حطيت لبن بودر، وحطيت بندق، بندق مبشور او مجروش. حقيقي الطعم ده انا فرحت بيه جدا، كان حلو قوي قوي. ما كنتش متخيله ان طعمه كده، لان خصوصا ده من تأليفي. وبعدين معانا بقى الطعم الخامس او السادس تقريبا، ما عدتش فاكره. نفس ما عملنا في نفس اللي عملته، ونفس الخطوات اللي عملتها في المانجا عملتها بفراوله برضو. ده كان طعم الفراوله، وده كان ايس الكريم الفراولة. بجد كان خطير، طعمه حلو قوي. لو عايزة اللون يكون احمر اكتر ممكن تحطي لون طعام، بس انا حبيته يكون طبيعي كده. نشوف اخر طعم بقى معانا، هو طعم النسكافيه. ده مش كل الناس هتحبه، عشان كده كنت عاملة منه كمية قليلة قوي. هنحط نفس الخليط بتاعنا، وهنزود كيس نسكافيه، وحطي لبن بودر عشان ما يبقاش مر معاكي. بس كده، بس كده. وهدخلهم بقى الفريزر لمدة يوم كامل، 4 ساعات. كل ما يقعدوا في الفريزر كل ما يكون احسن. وطلعتهم من الفريزر وقدمتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد كان طعمه حلو قوي، كان الوان حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، طالع بنفس الالوان بنفس الطعم بنفس الشكل. زي ما قلت في اول الفيديو هتحبوه قوي، ولادكم هيحبوه قوي. حلو قوي في الصيف. جربوه بالطريقة دي وهتدعوا لي. لو انتوا مش بتحبوا الايس كريم يكون مسكر قوي، قللوا شوية في الحليب المحلى المكثف. وما ينفعش تستبدلوا الحليب المحلى المكثف بسكر او بسكر باودر. تمام. الوصفة دي كانت سهلة، من الوصفات اللي انا حبيتها جدا، وحبيت اشاركها معاكم، واللي انا دايما بعملها. والتزمين في الاخر بيفرق طبعا في الشكل وفي الطعم كمان. نسيت اقول لكم ان اي طعم حابينه، اي طعم عندكم في البيت تقدروا تعملوه كده. اي حاجة انتوا بتحبوها تقدروا تضيفوها على الخليط، وهيطلع معاكم ايس كريم بنفس الطعم. موز، لو عايزين تعملوا موز، عايزين تعملوا ايس كريم الليمون، اي طعم تحبوه. تقدروا كمان تعملوا ايس كريم فانيليا على الخليط، هتحطوا شوية فانيليا بس كده. جربوها تعجبكم بإذن الله، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعاية الله.